زعلان انا، متضايق كتير الحقيقة. في موضوع هيك مضايقني كتير، وخاصة بعد التحرير. يعني كل ما بتذكر هيك بشمئز، ببذعر، بكفهر. يعني ما بعرف لسه شو في مفردات باللغة العربية بتعبر عن هذا الموضوع، واللي هو كل ما بجي بطلع على المراية بشوف الشيب هون ليكم زايد، ما بعرف، كأنه هربنا. تافه الموضوع، ما شايفينه تافه؟ ايه الموضوع على فكرة صار بده تفاهة، لأنه بعد ما عم نشوف المثقفين والمحترمين والأكابر واللي كانوا يتحفونا بتحليلاتهم وقراءاتهم ووطنيتهم، اليوم عم نشوفهم يعني الحقيقة تافهين. ورجعنا نشتاق للتافهين اللي كانوا يمتعونا ويضحكونا، رقاصي تيك توك، شيء أدب وأخلاق، صرنا نرجع نتذكرهم. يعني هدول المثقفين نفسهم كانوا انه يحذرونا من التافهين والاجيال اللي بدنا نخرب بيتها في المستقبل، ولازم نحن نتابع هدول المثقفين والمحترمين والاكابر. المتاري يعني جزء كتير منهم كان عم بيمثل علينا وبيلبس ثوب الثقافة والادب والاخلاق، وشوي تاني بيطلع الزلمة ابن طائفته، ابن بيئته، ابن عشيرته. يعني ضاقت عليه سوريا كلياتها، او وسعت عليه سوريا، فرجع لمكانه، لطائفته، لقبيلته، وصار يكتب انه والله انا بكره اذا متت انا ابن هاي الرقعه، انا هاي ابن هاي البقعه، واعطونا هيك على وزن بقعه بالاخير. فما بيشرفني يكون ابن سوريا كلياتها، انا ابن هاي المنطقه. هدول المثقفين الاكابر، فاسال الله ايام التافهين المحترمين الأكابر. وعلى فكرة هدول التافهين وقت اللي مثلا بتشوفهم يعني لحملة، لإغاثة، لكذا، بتشوفهم أول الناس، كانوا يجمعوا تبرعات وكانوا يغيثوا الملهوف. فما بعرف، يعني بنتمنى من المثقفين هدول المحرضين الطائفية إنه يرجعوا يرقصوا على التيك توك، أشرف لهم من الثقافة. إخواتي، au revoir.